ايه هو التسويق وايه انواعه وليه انتشر بالشكل المريب ده اخر فترة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندخل في الموضوع على طول عشان ما اطولش عليكم. في البداية كده ايه هو التسويق؟ في الحقيقة العلماء اختلفوا في ان هم يحطوا تعريف صحيح للتسويق، ودي ترجع لان فكرة التسويق نفسها بتختلف من شخص للتاني، لكن في الحقيقة الاختلاف ده كان كويس جدا لانه زود النطاق التسويقي اكتر وزود الادوات التسويقية للمسوقين، وده يروح بينا لنقطة رقم 2 وهي ايه هي اصلا انواع التسويق. لكن قبل ما نبدأ خلينا نقول التعريف الاشهر للتسويق عشان بس نبقى فاهمين الدنيا ماشية ازاي. التعريف بيقول إن التسويق تحديد وتلبية احتياجات العميل والمجتمع، واللي حط التعريف ده فليب كوتلر، وده من أكبر العلماء اللي أثروا في التسويق بشكل كبير. من الآخر هو الأب الروحي لعلم التسويق. نيجي بقى لنقطة رقم 3 وإيه هي أنواع التسويق. التسويق له 21 نوع، أشهرهم التسويق التقليدي والتسويق الديجيتال. التسويق التقليدي زي الاعلانات التلفزيونيه والمطبوعات زي اليوفط والكروت، والاعلانات السمعيه زي الراديو واعلانات المعارض والمشاركات فيها، كل ده بيندرج تحت مسمى التسويق التقليدي. نيجي بقى للتسويق الديجيتال. بص بقى عشان ما تتعبش نفسك وتحفظ مسميات كتير على الفاضي، التسويق الديجيتال داخل في اي حاجه ديجيتال بنستخدمها من المواقع الالكترونيه وتطبيقات الموبايل زي الفيسبوك والانستجرام والتيك توك واليوتيوب ورسائل الموبايل والايميلات كمان. التسويق الديجيتال له طرق كتير قوي هنتكلم عنها في فيديوهات تانية، وبكده نكون عرفنا تعريف التسويق وانواعه. ايه بقى سبب انتشار التسويق بالدرجه دي؟ من الاخر كده اهميته في بيع المنتج بتاعك او الخدمه او حتى الفكره اللي انت بتقدمها. واكبر سبب في كده وهو النوع التاني من التسويق اللي اتكلمنا عنه هو التسويق الديجيتال. تخيل دلوقتي انك بتبيع منتج من وانت قاعد ورا الشاشة بيلف العالم كله. مفيش حد دلوقتي عنده شركة وعايز يطورها ومش مهتم بالتسويق. الشخص ده حتما هيقع وغيره هيتغلب عليه لمجرد انه مش مهتم بالتسويق. خليني بقى اقول لك نصيحة الفيديو. الاشهر دايما هو اللي بيبيع اكتر، مش بالضرورة الافضل هو اللي يبيع اكتر. وبكده أكون خلصت فيديو النهاردة وقلت لك على أنواع التسويق وتعريفه وسر انتشاره.